لحد دلوقتي شفنا تفسير بيعتمد على القوة، وتفسير تاني بيعتمد على التنظيم. لكن في تفسير أخطر بكتير، لأنه بيقول إننا من البداية كنا فاهمين مادة البناء نفسها غلط. إحنا دايماً افترضنا إن حجارة الأهرامات اتقطعت من الجبل واترفعت زي ما هي. لكن هتصدقني لو قلتلك إن الحجارة دي ما اتنحتتش أصلاً؟ في سنة 2006 عالم كيمياء فرنسي اسمه جوزيف دافيدوفيتس فجر جدل عالمي. قال إن بعد حجارة الهرم الأكبر لما اتفحصت تحت المجهر ظهر فيها حاجات غريبة: فقاقيع هواء، توزيع غير طبيعي للمعادن، وبنية ما تنفعش تكون ناتجة عن حجر طبيعي متكون في الجبل. استنتاجه كان صادم. بعض أحجار الهرم اتصبت زي الخرسانة من خليط طين جيري واتصلب في مكانه. يعني بدل ما ترفع حجر 2.5 طن لمكان عالي، انت ببساطة تطلع بالطين وتسيبه يتحول لحجر في موضعه النهائي. فجأة لغز النقل يبدأ ينهار. لكن الصدمة الحقيقية مش في كلام عالم معاصر، الصدمة في آية اتقالت من 1400 سنة: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. ركز في الكلمات: أوقد لي والمقصود النار، على الطين وهي المادة الخام، فاجعل لي صرحا بمعنى بناء شاهق. الآية ما قالتش اقطع حجر ولا انحت صخر، قالت طين ونار وبناء ضخم. العلم الحديث بيسمي ده جيوبوليمر، مادة حجرية أقوى من الحجر الطبيعي وممكن تتشكل بدقة متناهية. وده يفسر حاجة محيرة جدا: ليه حجارة الهرم راكبة على بعض بدون فراغ ملي واحد؟ لأن الحجر مش اتقطع، اتصب. طيب لو ده حصل، مين اللي كان مسؤول عن التكنولوجيا دي؟ القرآن سمى شخص واحد بالاسم مرتبط بالبناء: هامان. الغريب إن لسنين طويلة المشككين قالوا اسم هامان ده ملوش وجود تاريخي، لكن بعد فك رموز الهيروغليفية اتكلم بعض الباحثين عن ألقاب قريبة جدا لمسؤولين عن المحاجر والصروح الكبرى.